مرحبا، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله بخير. اشتقت لكم كثير كوميات ورجعت لكم بفيديو جديد. هلا اول شيء حابه اقول لكم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وان شاء الله يا رب بينعاد عليكم بالصحه والعافيه. هلا كمان بجوز تقولوا انه نور يعني بكير لسه على رمضان، بس انتم بتعرفوني اول شغله انه انا دائما بحب لكم رمضان كريم قبل كل الناس، وانا متاكده انه انا اول حدا بقول رمضان كريم. والشغله الثانيه، فتت على موقع شي ان وشفت منزلين شغلات كتير حلوه بمناسبه رمضان، مثل ملابس وزينه لرمضان وشغلات للبيت. فبصراحه كتير تحمست وعملت طلبيه بتجنن غير شكل. والشغله الثانيه انه انا لما بدي اوصي اشياء من الانترنت بحب اوصي قبل بوقت، لانه اولا يعني بياخذ وقت لحتى مثلا الشحنه توصل وهيك. والشغله الثانيه لحتى انه اي شيء بشوفه بالموقع بيعجبني اشتريه ويكون موجود، لانه انتم بتعرفوا مثلا لما بيقرب رمضان وهيك فالناس كلها بتصير بتوصي، واذا عجبكم شيء احتمال مثلا ما تلاقوا منه موجود او يكون خلصان. فانا نصيحتي لكم لما انتم مثلا بدكم توصوا على اشياء معينه او للمناسبات معينه يكون على بكير، هيك احسن. بس الاحلى شيء بالموضوع انه امتى وصلتني الطلبيه؟ يوم اللي بدي سافر بنفس اليوم وصلتني الطلبيه. فانا شو عملت؟ حطيتهم بهي الشنطه وجبتهم معي لهون على السويد لحتى افتحهم انا وياكم سوا وافرجيكم كل الاشياء اللي وصلتني من شي ان. بس حبايب قلبي قبل ما نبلش معكم الفيديو ونفتح الاغراض ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، ويلا نبلش. رح اخذ الشنطه على الصالون واقعد هون على الطاوله كالعاده وافتح الشنطه. طبعا لما وصلوني الاغراض كانوا محطوطين بكرتون كتير كبير، فانا شو عملت؟ جبت هي الشنطه وفتحت الكرتون وشفت الاغراض مثل ما هن حطيتهم بقلب الشنطه. يعني بتصدقوا انه انا مالي فاتحتهم لسه، وبصراحه كثير متحمسه اني افتحهم واشوفهم. وصيت على فساتين هيك لرمضان، ووصيت على شغلات كمان للبيت كثير حلوين بجننوا. هلا افرجيكم اياهم. ترى اول شيء بدي افرجيكم الشغلات اللي جبتها للبيت وبعدين فرجيكم الفساتين. هاي الصينية كتير حبيتها، هاي للتمر والحلويات بكرة برمضان. كتير عجبتني لأنه نوعية الخشب تبعها كتير منيح، وحتى من هون يعني فيها حرف، عرفتوا كيف؟ هلا أنا كان عندي وحدة مثلها بس ما فيها هاد، فلما أحط فيها التمر وهالأشياء إنه يقلبوا مو كتير منيحة. أما هاي كتير عجبتني، بنحط تمر أو هيك شغلات برمضان على السفرة تطلع كتير حلوة. وكمان جبت هاد الفانوس اللي كيوت، شوفوا لي ما احلاه، بجنن كتير كيوت. بس حذروا ليش حبيته، لانه بيجي البطاريه منه وفيه، شايفين ما احلاه؟ وضوه كتير يعني قوي، كتير عجبني بصراحه. في اسود وفي منه هيك على لون نحاسي، بس انا اخترت الاسود لانه هيك حسيته يعني احلى. والشغله الثالثه اللي اشتريتها حسيتها كتير رح تفيدني بصراحه، صفايه للزيت القلي، كتير حبيتها. هلا انا بصراحه لما بقلي مثلا اشياء بحطهم بطنجره صغيره او بالمقلايه يعني تبع الزيت، بس انه ما بكب الزيت بخليه مثلا. فانا قلت لحالي انه احسن ما اخلي الزيت بالمقلايه او بالطنجره بقلب الفرن، انا بحطهم بقلب الفرن بالعاده. فقلت بعد ما بخلص قلي بصفي الزيت وبخليهم بهاد، هيك بتحفظ الزيت وبضل الزيت منيح ومصفى، وكل ما بدي اياه بقلبه بالطنجره. فبصراحه كتير حبيته. خليني افرجيكم اياه منيح من جوا، شايفين يعني بيسع كتير منيح. وحبيته لانه كمان بيجي معه قاعده، وهي اللي بتصفي الزيت، وكمان بيجي معه غطا. شايفين يعني كتير مرتب، ويعني حسيت بالفعل كتير رح استفاد منه، فلهيك جبته. وجبت هي كمان علاقه للفناجين تبعون القهوه، كمان كتير حبيتها وحسيت نوعيتها كمان كتير منيحه. بس هي لازم اركبها وافرجيكم اياها كيف بيكون شكلها. يعني طبعا الاولاد اليكس وماريتا وادم وليام لبسوا ملابس الثلج وطلعوا لبرا عم يلعبوا مع عصام، تخيل قلبهم انا شو مبسوطين الاولاد ومكيفين وطاير عقلهم. شايفين شكلها كيف بعد ما ركبتها؟ بصراحه كتير حبيتها، 3 فوق و3 تحت. يعني في وحده غيرها بس بيكون مثلا وحده هون وحده هون وحده هون، اما هي عجبتني لانه هيك بحسوها مرتبه، 3 تحت و3 فوق، وانا بحب الترتيب. وكمان شو جبت هدول بيجوا مع بعضهم معالق لصحن السلطه،
وكتير حبيتهم. بيجوا معلقه وهي الشوكه لحتى نحرك السلطه، وحبيت كتير لونهم. وعلى فكره في نفس هذا اللون ونفس نوعيه الخشب جاط، على اساس بدي اجيبه وما جبته. ندمت بصراحه، باب ما وصلوني وعجبوني كتير، قلت يا ريت جايبه الجاط كمان بيطلعوا طقم. وكمان جبت هي قاعده لحتى نحط فيها مثلا اشياء او اي شيء بدكم اياه. بس انا هي ليش جبتها؟ لحتى احط فيها سائل الجلي وسائل الايدين، وكمان فرشايه جبتها لحتى احطهم كلهم مع بعضهم يعني على المجلة. عرفتوا؟ هاي الفرشايه كمان حبيتها لانه بيجي معها قاعده، هي بتصير كثير سهله انه بننظف الجلي هيك على السريع وبعدين بنحطه بالجلايه. وعلى فكره هي بتنظف، وين راحت؟ هيك شايفين؟ يعني الفرشايه تبعها كثير منيحه، بتنظف الجلي. كمان إلها قاعده بحطها هون مثلا، شايفين؟ حتى بيطلع شكله حلو على فكره، وجنبها سائل الجلي وسائل الايدين، بتطلع كثير مرتبه على المجله. وجبت كمان هذا طقم للطبخ، كثير حبيت لونه وحبيت الرسمه تبعه. وجبت كمان من هدول اكياس التغليف تبع الاكل، جبت منهم قبل بمره وبصراحه كثير عجبوني، انه احسن ما نلف الاكل بالنايلون وهيك، وبالاخص برمضان بتحسوا انه في كثير بزيد اكل لازم نحطه بالبراد. فهدول بصراحه كثير عجبوني، انه بس بنلف الصحن وبنحطه على السريع بالبراد. هلا خلصنا من شغلات البيت على ما اعتقد. هلا اجى دور افرجيكم الفساتين اللي جبتهم. جبت كم فستان بجننوا بيطيروا العقل، كثير حلوين، وبالاخص هيك لرمضان وحركات كثير حلوين بصراحه. فرجيكم اول فستان اخترته باللون الموف الفاتح، كثير حبيته. شوفوا موديله كيف من هون، والاكمام تبعه مفتوحه من تحت، وحبيته لانه بتحسوه قطعتين، هو صاير فستان وبيجي مثل جاكيت قصير. عرفتوا كيف؟ يعني بتحسوه انه هو قطعتين بس هو قطعه واحده. والفستان الثاني اخترته باللون الاسود والذهبي. بصراحه هاد حسيته كثير رح يطلع حلو على اللبس. الاكمام تبعه صايرين شيفون ومفتوحين من هون، كثير حبيته بصراحه. وحتى التطريز من فوق لتحت يعني لاخر الفستان. والفستان الثالث اخترته باللون الازرق. كمان بتعرفوني انا كثير بحب اللون الازرق، وبالاخص هذا اللون، يعني هي درجه الزرق كثير بحبها. شوفوا هذا ما احلاه كمان. طبعا هاد بيجي قطعتين، شوفوا هيك فستان بيجي حفر وفايت له اللون الذهبي لتحت، شايفين كيف؟ وبيجي معه فوقه هي صايره مثل عبايه مفتوحه وصايره شيفون. الاكمام تبعها بتجنن طبعا، والتطريز تبعه صاير كمان من فوق لتحت. هاد هلا بتحسوه هو موديله غريب، وحتى فايت له الوان غريبه شوي، بس ما بعرف حبيت كثير اني اجيبه واجربه كيف رح يطلع على اللبس. صاير من هون نص كم، وهون فايت له هيك الوان بقلب بعضها. ولبقت مع الفساتين شنطه وكندره كثير حلوين بجننوا. شوفوا لي هاي الشنطه قديش حلوه. طبعا انا رح احط لكم كل روابط المنتجات اللي انا جبتها بصندوق الوصف، وكمان استعملوا كود خصمي اللي هو 1 نور لحتى يخصم لكم خصم اضافي 15%. شوفوا ما احلاها، كثير بصراحه عجبتني وحسيتها كثير مرتبه. فيني امسكها هيك بس، او فينا بيجي معها سلسال اذا حابين نعلقها على الكتف، بس انا بصراحه حسيتها انه اذا مسكتها هيك بتطلع احلى. فشو رايكم فيها؟ شايفين اللمعه تبعها كيف بتجنن على فكره، كثير حلوه. وهي الكندره اللي لبقتها طبعا مع الشنطه كمان هيك صايره انه فايت لها لمعه خفيفه مثل الشنطه تقريبا. شايفين كيف شكلها؟ بس اخترت الكعب يكون عريض شوي لحتى تكون اريح على اللبس، لانه دائما الكعب لما بيكون عريض بتكون اريح. فشو رايكم فيها انتم؟ يعني بلبسهم هيك مع بعضهم فبيطلعوا حلوين. وهذا جبته لحتى البسه بالبيت لانه بيكون نوعيه قماشته مريحه كثير، وحتى هو مريح. بس طبعا هاد اخترت مقاسه اكس سمول، لانه لما اشتريته فتت على التقييمات. انتم دائما لما بتشتروا اي شيء انزلوا على التقييمات لحتى تعرفوا مثلا شو اراء الناس فيه. فالاغلبيه كتبوا انه كبير، مقاسه كبير، فانا جبت اصغر من مقاسي. يعني انا بالعاده بجيب سمول، بس هاي المره جبته اكس سمول. شوفوا كيف شكله، حسيته كتير كيوت، وحتى اكمامه حلوه وله هون زمه، يعني حتى لو انا كنت لابسه عم بشتغل فما بيضايقني. وحبيته لانه من قدام ومن ورا له نفس الرسمه، وهو صاير فلوم وطويل، وحتى من تحت له هيك، شايفين؟ يعني حسيته كتير رح يطلع كيوت على اللبس.
وكمان اخذت هاد بيجي مثل جاكيت طويل، يعني مثلا اذا لابسه بنطلون جينز او بدي مثلا على قد الجسم، فاذا بلبس هاد فوقه بيطلع كتير حلو. هو صاير يعني هيك مثل كيمون او هيك اشياء، بس كتير حبيت لونه والرسمه تبعه كتير عجبتني. شايفين له من هون هيك مثل ليرات وكتير حلو. وحتى كمان بيجي معه حزام لحتى اذا حبينا نسكره ونربط الحزام عادي، او اذا بنخليه مفتوح كمان بيطلع كتير حلو. شايفين؟ حبيت بصراحه كتير الوانه، وفي منه كذا لون يعني، بس انا اخترت اللون الاسود. في يمكن زيتي وكحلي على ما اعتقد، بس انا اخترت اللون الاسود. وهذا اخر فستان جبته، شوفوا ما احلى. بصراحه انا هدول الفساتين كتير بحبهم، يعني بحسهم انه فيني مثلا البسهم برمضان، وحتى فيني البسهم بعدين اذا رايحه مثلا المنتجع او رايحين على شي مكان، يعني بحسهم كمان فيني البسهم. فبصراحه هذا كتير عجبني، وبحب انا اللون الابيض، وحتى موديله حلو ونوعيه قماشته كتير حلوه. شايفين الاكمام كيف كتير حلوين، وحتى الالوان اللي موجوده هون كمان كتير حلوه. ولبقت مع هذا الفستان يعني فيني البسهم مع بعض، شنطه وصندل مفتوح، بجننوا بجننوا. شوفوا ما احلاها وقديش حلوه، كتير عجبتني. حسيت موديلها كتير غريب، ولا مره حامله هيك اشياء، فحبيت بصراحه اني اجيبها. يعني بصراحه كتير عجبتني، وحتى مع سلسال يعني فينا نعلقه ونحملها على الكتف. كتير حلوه بصراحه، بتجنن. وحتى نوعيتها ممتازه بصراحه. شايفين من تحت كيف؟ وهدول كتير حلوين وكيوت كمان، بصراحه كتير عجبتني. والسندال اخترته باللون الاسود، خليني افرجيكم اياه. شوفوا ما احلى، بصراحه كتير حبيته، وبيلبق كتير مع الشنطه، بيطلعوا هيك طقم وبيجننوا على اللبس. فهلا هيك حبايب قلبي مثل ما شفتوا فرجيتكم كل الشغلات اللي اشتريتها لرمضان من موقع شي ان. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو حبيتوا اكثر شيء من المشتريات، وانا اكيد رح احط لكم رابط الموقع وكل روابط المنتجات تحت بصندوق الوصف. بس ما تنسوا تستخدموا كود خصمي لحتى يخصم لكم 15% خصم اضافي. ومره ثانيه حبايب قلبي بدي اقول لكم رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. وهلا هيك رح اختم معكم الفيديو، بس اهم شيء ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، وكمان اعملوا شير لرفقاتكم لحتى يشتركوا بقناتي. بحبكم كثير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.